فاكر لما كنت بتسمع كلمة فصل تعسفي وتقول خلاص ده كده مستقبلي ضاع؟ وفاكر لما كنت بتقلق إن الشركة تفصلك فجأة قرار الفصل لأسباب تأديبية عمره ما كان في إيد الشركة لوحدها حتى في قانون العمل لسنة 2003. وإيه رأيك كمان إن استقالتك ما بقتش بالغصب، ممكن ترجع فيها، وكمان لازم مكتب العمل يعتمدها؟ إزاي؟ كمل الفيديو وهتعرف إن أمانك الوظيفي دي حماية قديمة واتجددت. انقضاء علاقة العمل أو ببساطة انتهاء فترة الشغل كانت دايما نقطة حساسة ومصدر قلق كبير عند كتير مننا، فمصطلح الفصل التعسفي كان رنان وبيسيب رعب للكتير. لكن في الحقيقة إن القانون المصري حتى القديم رقم 12 لسنة 2003 ما كانش بيسمح بالفصل التعسفي بالمعنى المفهوم كممارسة قانونية، وأي فصل غير مبرر كان يعتبر غير شرعي، وكان الموظف ليه الحق في اللجوء للقضاء علشان يثبت ده. ايه الجديد في قانون 14 لسنة 25 وليه بنقول مفيش قلق تاني؟ القانون الجديد بيعزز حماية أطراف العمل خصوصا في مسألة إنهاء العلاقة، وده بوضوح وشفافية أكتر. علاقة العمل ممكن تنتهي بكذا طريقة، والفصل السابع من القانون الجديد بيوضح كل طريقة منهم. أولا، انتهاء العقد محدد المدة. لو العقد العمل بتاعك كان لمدة معينة فبمجرد انتهاء المدة دي علاقة العمل بتنتهي بشكل طبيعي. لكن الأهم إن لو الطرفين فضلوا يكملوا شغل بعد انتهاء المدة دي العقد بيتحول تلقائيا لعقد غير محدد المدة. ولو العقد اتجاوز 5 سنين يحق للعامل إن هو ينهيه بدون تعويض، ولازم يقوم بإخطار صاحب العمل قبلها ب3 شهور. وإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، طيب في الحالة دي هنعمل إيه؟ يبقى هيستحق العامل مكافأة بتعادل أجر عن كل سنة خدمة. ثانيا، العقود لإنجاز عمل معين أو المشروع. لو العقد كان لإنجاز مهمة أو في مشروع محدد إن هو بينتهي بانتهاء العمل ده، وممكن يجدد لاتفاق صريح لأعمال مماثلة، ولو استمر الطرفين في تنفيذه بعد انتهاء الأعمال الأصلية بيعتبر إن هو متجدد تلقائيا. تالت موضوع هنتكلم فيه ومهم جدا، الاستقالة. والمفاجأة بقى هنا كبيرة جدا للكل، الاستقالة ما بقتش مجرد ورقة بتقدمها وتمشي خلاص. القانون الجديد حط إجراءات قوية جدا لضمان إن استقالتك تكون حرة وبإرادتك الكاملة ومحدش يقدر يجبرك عليها. طيب أول خطوة ليك كعامل إن أنت لازم تقدم استقالة مكتوبة رسمية، والأجدد إنها ممكن تكون موقعة منك أنت شخصيا أو من وكيلك الرسمي اللي القانون الجديد حدده. هو مين الوكيل ده؟ الوكيل ده يا سيدي بيكون شخص أنت فوضته بشكل رسمي وقانوني علشان يقوم بالإجراءات دي بدالك، وده بيزود الحماية وبيتأكد إن الاستقالة مش بالإجبار. طيب صاحب العمل هيعمل إيه؟ هيلتزم قانونا بالرد على الاستقالة كتابة خلال فترة أقصاها 10 أيام من تاريخ تقديمها. طيب لو مردش خلال 10 أيام هتكون الاستقالة مقبولة تلقائيا بموجب القانون. والأهم والأجدد إيه؟ الموافقة الإدارية الإلزامية. يعني إيه؟ علشان تكون الاستقالة قانونية وتنتهي علاقة العمل بشكل نهائي وقانوني لازم تحصل موافقة رسمية من الجهة الإدارية المختصة، وده إيه؟ مكتب العمل. ودي خطوة غير قابلة للتفاوض وضرورية جدا علشان تكون الاستقالة صالحة قانونيا. يعني مفيش استقالة هتتم من ورا ظهر مكتب العمل نهائي. طيب نتكلم في حق العودة على الاستقالة. اوكي، طب حصل فيها ابديت. ايه هو؟ ان الموظف يقدر يحتفظ بحق قانوني ان هو يسحب استقالته خلال 10 ايام من تاريخ تقديمها، ودي مدة اطول من ال7 ايام اللي كانت في القانون القديم لسنة 2003، وده اكيد هيحميك اكتر. فلازم العدول ده يتم كتابة، والاهم ان لازم يكون في موافقة رسمية من الجهة الإدارية المختصة اللي هي إيه؟ مكتب العمل، علشان يكون ساري قانونا، وده بيحمي الموظف من أي ضغوطات أو قرارات متسرعة. رابع نقطة إن إحنا هنتكلم عليها الإنهاء المبرر أو ما يعرف بالفصل سابقا. هنا بقى النقطة الجوهرية اللي محتاجة توضيح كبير علشان حقيقة الأمر. وحتى في قانون العمل لسنة 2003 كان أي قرار بإنهاء خدمة العامل لأسباب تأديبية أو لأسباب جسيمة بيتطلب تدخل القضاء بشكل أو بآخر. المحكمة هي اللي كان ليها الكلمة الأخيرة في صحة الفصل من عدمه، مش صاحب العمل منفردا. مصطلح الفصل التعسفي كان بيستخدم لوصف قرار فصل من الشركة دون مبرر قانوني، وساعتها العامل بيروح للمحكمة علشان يثبت تعسف الشركة ويحصل على تعويض. إيه التطور بقى في القانون الجديد؟ إن هو بصراحة ما جاش بجديد إن المحكمة هي صاحبة القرار النهائي في الفصل لأسباب تأديبية، لكن عزز وشدد
على المبدأ وإن هو ما يقبلش اللبس والتحايل في الموضوع ده، ولو ارتكب عامل مخالفة تستدعي إنهاء خدمته. إذا كان بقى إفشاء أسرار العمل، التعدي أو إلحاق خسائر جسيمة على الشركة، أكيد الشركة ملزمة بالتحقيق معاه وتوثيق كل ده، ولكن ما تحقلوش إن هي تفصله مباشرة. لازم إن هي ترفع المستندات دي للمحكمة العمالية المختصة، اللي القانون الجديد نص على إنه لا يجوز لأصحاب العمل والعمال إنهاء عقد غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع كافي، والمحكمة هي اللي هتقيم وهتحكم بإنهاء علاقة العمل من عدمه بعد مراجعة كل الأدلة والإثباتات والتحقيقات. وده معناه إيه؟ إن الفصل من الخدمة إن هو نوع من أنواع الجزاءات التأديبية وبيخضع لتدقيق قضائي صارم قبل تنفيذه، ولكن ده ما يمنعش الشركة ليها حقها، لا بالعكس، هي ليها حق اللي هو في وجود أسباب وحقيقية مبررة علشان تنهي خدمة موظف ومعاها مستندات وأدلة قوية تثبت ده، فالقانون هيتكفل للشركة إن هو ليها حق اللجوء للقضاء وتقديم الإثباتات، وده بيعتبر حماية للشركة برضه من العامل الغير ملتزم أو اللي بيضر بالعمل، علشان يضمن إن في آلية قانونية واضحة لإنهاء علاقة العمل عند الضرورة، لكن بقرار قضائي. خامس نقطة، مهلة الإخطار. العقود غير محددة المدة، هنا لازم الكل ينتبه كويس. لو عقد عمل غير محدد المدة سواء كنت عامل أو صاحب عمل، القانون أوجب على الطرفين عايز ينهي العلاقة فيهم إنه يبعت إخطار كتابي للطرف الآخر قبلها ب3 شهور. طب هو إيه الأهمية في الموضوع ده؟ قانون صريح إن المدة 3 شهور وإن هو لا يجوز تخفيضها، لكن في استثناء مهم لصاحب العمل. لو العامل هو اللي قرر إنه ينهي العقد وقدم استقالته، يجوز لصاحب العمل يعفيه من المدة دي، يعني ممكن يقللها وممكن يسيب الشغل في أقرب وقت على حسب تقدير صاحب العمل، وده بيدي مرونة للطرفين في بعض الحالات. وكمان العقد لازم يكون ساري خلال الاخطار، يعني طول فترة الاخطار دي عقد العمل بيفضل ساري وفعال، وكل طرف ملزم ان هو ينفذ التزاماته زي ما هي. لو الاخطار كان من صاحب العمل، فالقانون حمى العامل واداله الحق انه يغيب يوم كامل في الاسبوع او 8 ساعات خلال الاسبوع، اكيد ولازم يتفق مع صاحب العمل علشان يدور على فرصة عمل تانية، بس كمان ان هو لازم يستحق اجره كامل عن الايام دي او الساعات دي، يعني مش هيتخصم منها حاجة. سادس نقطة بقى، ان القانون حدد حالات تانية ممكن ينتهي فيها علاقة العمل، زي سن المعاش القانوني او الوفاة او العجز الكامل، او حتى صدور حكم قضائي نهائي ضد العامل بعقوبة مقيدة مثلا للحرية. كل حالة من دولت القانون بيحدد الحقوق والمستحقات الخاصة بكل طرف. الحقوق بعد إنهاء علاقة العمل في كل الأحوال وبغض النظر عن سبب إنهاء علاقة العمل للموظف، حقوق أساسية لازم إن هو ياخدها، زي مستحقاته من الأجر، رصيد أجازاته اللي ما أخدهاش، ومكافأة نهاية الخدمة لو كان مستحق ليها وفقا للقانون والمدة الزمنية. وكمان من حق كل موظف ان هو ياخد شهادة خبرة توضح مدة خدمته والوظائف اللي اشتغلها، وده بيساعد جدا في مسيرته المهنية طبعا، سواء كنت عامل او صاحب عمل او حتى مسؤول HR. فهمك للمواد دي من القانون الجديد هيحميك من مشاكل كتير، وهيخلي علاقة العمل واضحة ومبنية على اساس قوي من الاحترام المتبادل والحقوق المتبادلة. افتكر كويس ان قرار الانهاء من الخدمة لاسباب تأديبية هو قرار قضائي، وده تتأكد منه القانون لحماية الطرفين، وإن الاستقالة ما بقتش إجبارية. فانقضاء علاقة العمل دلوقتي ما بقاش لغز ولا في مجال للظلم بنسبة كبيرة، فالقانون الجديد بيضمن العدالة والشفافية للجميع وبيأكد على حماية كانت موجودة لكن أصبحت أكتر وضوح من الأول. اعرف حقوقك وإيه اللي ليك وإيه اللي عليك علشان تكون دايما في أمان. أتمنى تكون الحلقة كانت واضحة ليكم ومفيدة، سواء كنت موظف أو صاحب عمل أو مسؤول بالHR، واعمل لي لايك وسبسكرايب علشان تتابع معايا كل ما هو جديد، سواء في القانون أو في التكنولوجيا في مجال الموارد البشرية.